السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى، دمسنا الفول هنعمل بقى الطعمية. ومش اي طعمية، طعمية ولا اجدعها كفتة رز كمان. بجد طعمها كفتة رز. نص كيلو فول مدشوش منقوع، وربع كيلو حمص شام سريع منقوع، نقعينه حوالي 4 ساعات. 3 معالق سمسم كبار، معلقة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، 3 معالق نشا، رشة جنزبيل، جنزبيل بودرة، رشة حبهان مطحون على ورق رورة، التلات بهارات، ملح ملح وبابريكا وشطة، وحزمة بصل أخضر، وواحدة فلفل رومي، وواحدة فلفل حامي، وحزمة كزبرة، وحزمة بقدونس، وحزمة شبت. طبعا بقى هنطحنهم بقى في الكبة. طبعا صفينا طبعا الحمص الشام السريع، وصفينا النص كيلو الفول المدشوش. وبعد كده هنشتغل بقى على طول في الكبة بقى نفرمهم كويس. ده البصل الاخضر بقطعه، وعلى فكرة لو عايزة تحطي حزمتين على الكيلو الا ربع طعمية حطي حزمتين. البصل الاخضر بيخليها جميلة جدا هو والكرات، بس انا فعلا ما لقيتش كرات. طبعا بقى هنفرمها بقى في الكبة زي ما حضراتكم شايفين. ويا ريت ما تفرموهاش في المطعم، افرموها انتوا في البيت عشان فعلا بيبقى ليها طعم تاني. صدقيني وانتي بتقليها كفتة رز مش طعمية. وجربيها ومش هتخسري حاجة، هتدعيلي. طبعا بقى انا بفرمها وبحط برضو حوالي معلقة مية كده علشان الموضوع يتفرم معايا سهل. يعني معلقة مية كده، معلقتين، بتساعد بس انها تتفرم اسرع يعني. ما تنسوش نص كيلو فول مدشوش وربع كيلو حمص شام سريع. يعني الموضوع كله كيلو الا ربع. عايزة تعملي طبعا تعملي نص الكمية طبعا. بصوا انا حطيت حوالي معلقة مية صغيرة كده، معلقة في معلقة كده. انا بصوا ممكن اكتب لكم المقادير كلها في اول كومنت يا جماعة، علشان تبقى اسهل عليكم يعني. انا بحاول افرم فيها علشان الكبة مش كبيرة قوي يعني زي ما انتوا شايفين. انا حبيت احط التوم اخر حاجة لان التوم كان مفروم. انتي عندك توم صحيح هتحطي راس توم مفرومة وانتي بتفرمي الطعمية كلها في الكبة مع بعضيها يعني. طبعا انا بقطع البصل زي ما انتوا شايفين، مش يعني عشان تبقى اسهل شوية يعني عن كده. حباية الفلفل الرومي زي ما انتوا شايفين. اللي ما عملش الثلاث بهارات هيحط بشرة جوز الطيب على نص معلقة كبابة صيني مطحونة طبعا. التوم اهو بحطه اخر حاجة في الكبة عشان هو كان مفروم. انتي التوم عندك صحيح مثلا هتحطي راس توم تتفرم مع الطعمية كده. خلاص فرمت الطعمية كلها. خلاص بقى افضي بقى اللي في الكبة. وبعد كده بقى ايه، خلاص بقلب كل ما تنسيش كل ما تفرمي شوية فول مدشوش والخضرة بحطي معلقتين مية، 3 معالق سمسم، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، رشة شمر، معلقة صغيرة شمر، ورق رورة على حبهان مطحون معلقة صغيرة برضو، الثلاث بهارات اللي موجودة على القناة او بشرة جوز الطيب. دي بنتي بترخم عليا. 3 معالق نشا وملح طبعا. 3 معالق النشا انتوا هتشوفوا هيخلوها جميلة ازاي. بتقولي ما تسيبيش حاجة، ريا وسكينة اللي عايشين معايا. طبعا قلبتها كويس الطعمية بقى بعد ما نزلت عليهم ب3 معالق سمسم كبار، معلقة كبيرة كزبرة ناعمة، معلقة صغيرة كمون ناعم، نص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة،
نص معلقة بابريكا، نص معلقة شطة، حوالي معلقتين ملح، ومعلقة صغيرة الثلاث بهارات، والثلاث معالق نشا الكبار. انا هكتب لكم كل اللي انا قلته ده بعيده تاني في اول كومنت يا جماعة. صدقوني لما تعملوها، صدقوني هتقولي لي عندك حق يا هبة، طعمها خطير. كده خلاص بقى قلبت. وعلى فكرة الجنزبيل البودرة بدل الفلفل الاسود، ما تحطيش في الطعمية فلفل اسود، حطي الجنزبيل البودرة وبقوليلي. كده خلاص خلصتها يعني. هعبيها بقى في اكياس يا جماعة. انا في حركات كده بتحصل مني تلقائي يا جماعة، ببقى بتكلم مع البنات بناتي يعني، فبسرح، انا اسفة يعني. هما ما منتجوش بذمة، لو كانوا منتجوا بذمة ما كانش الفيديو يبقى طويل كده. هنا بقى خلاص حطيت على وشها سمسم وكزبرة، عشان كنت هقلي منها وراها لكم يعني. بس انا طبعا يعني بصراحة عبيتها في اكياس وهتشوفوا دلوقتي في الفيديو يعني. هنا طبعا بقى كنت بقليها، بصوا متماسكة ازاي وزي الفل. والله لو عايزة تقلي بعد الطعمية بطاطس هتقلي، مش هتلاقي في الزيت فيه اي حاجة. بس يا ريتكم تجربوها وتدوني رأيكم في الكومنتات، جربتوها ولا لا يعني، بقوا عرفوني. انا قلت بس يعني ايه نجربها كده ندوقها، عشان كده ما قالتش كتير يعني. كانت ريحتها وطعمها يا جماعة حلوة قوي 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 قوي. عبيتها بقى في اكياس يا جماعة، احطها في الفريزر طبعا. وادي الطعمية اهي حلوة قوي. يا ريتكم تجربوها بأمانة وتدينوا رأيكم، انها حلوة ولا وحشة. يهمني كتير ان انا اعرف رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين. اذا عجبكم الطعمية لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.